الوزير أبا عامر ابن أبي سعيد بن حزم كان في مجلس الأمير المنصور أبي عامر. المنصور أبي عامر كان عامل له مجلس اسمه الشكاوى والمظالم. كل واحد مثلا بيجي أنا ليا مظلمة يا أيها الأمير، اسمع وحد الله وركز كده. الأمير أبي عامر دخلت عليه امرأة عجوز على عصا انحنى ظهرها، قالت أيها الأمير بعد أن ألقت عليه من المدح والثناء ما يوجب أو ما يستحقه الأمراء، فقال ما أمرك يا أمة الله؟ قالت إن ابني عندكم في السجن وهو من يعونني وهو مسجون منذ كذا وكذا، فأريد أن يخرج حتى يعود مرة أخرى ويعول أمري وشأني. فالأمير قال لها ما اسم ابنك؟ قالت فلان. فأول ما ذكر الاسم اشتاط غضبا الأمير وقال يسجن، وقال يصلب يصلب يصلب، وظل يكرر هذه الكلمة تكرارا حتى قال ائتوني بمرسوما. أخذ الورقة وكتب المرسوم وألقاها إلى الوزير وقال أعطيه إلى قائد السجن. راح للقائد بتاع السجن واداله الورقة، فقائد السجن قرأ الورقة فأفرج عن الرجل. ده عمال يقوم يصلب وده أفرج عنه. فوصل الخبر إلى الأمير في وجود الوزير وقائد السجن. قال ألم أقل يصلب؟ ألم أقل يصلب؟ ارتعش الوزير وقائد السجن ومش عارفين يعملوا ايه، ولكن قائد السجن قال أيها الأمير إن هذا أمرك واقرأ ما كتبت. فأخذ الأمير كده بيقرأ الورقة فوجد أنه كتب يطلق يطلق يطلق، بدل يصلب يصلب يصلب. فقال الأمير إن قضاء الله لا بد أن ينفذ، وإنما نعلم بأن دنيانا بمقادير، وإنما قضاء الله لينفذ على الأمير. عشان هو علم إن ربنا جعله في لحظة الغضب دي بدل أن يكتب إنه يصلب كتب يطلق، فأطلق سراحه، وكان الأمير عايزه من الآخر يصلب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كتب هذه المقادير وسلم الأمير لأمر